مساء الذوق ومساء الرقي عليكم أعزائنا المشاهدين، وطلة جديدة من حلقة جديدة من أحلى مساء عبر شاشة كل الناس حواس. مساء الخير على المتواصلين معانا بدونك، المشاكس غشمشم لك من يوم غايب، إن شاء الله فيك كل خير غشمشم، غيابك إن شاء الله سببه خير. رفيع الشان مساك الله بالخير، وعلى كل المتواصلين معنا. أرقامنا ستبين على الشاشة للتواصل معنا في هذه الحلقة أعزائي. طبعا موضوعنا اليوم هو عن الذوق. الذوق كلمة جميلة موحية تحمل في طياتها معاني اللطف وحسن المعشر وكمال التهذيب وحسن التصرف وتجنب ما يمنع من الإحراج وجرح الإحساسات بلفظ أو بإشارة. كلمة الذوق تراهم إذ أرادوا الثناء على شخص ما، هذا الشخص يحمل من المعاني السابقة، قالوا فلان عنده ذوق، فلان مذوق. بينما إذا أرادوا الذم في شخص آخر فيقول فلان قليل الذوق أو ليس عنده ذوق، وهكذا. فالذوق بهذا الاعتبار داخل في المعنويات، وموطن الذوق في المعنويات أعزائي يدور حول العقل، الروح والقلب، وموطنه في عالم الحسيات لا يتجاوز اللسان أو إحساس البدن بالملائم أو المنافر. سؤال حلقتنا لهذا اليوم عن الذوق، وهو: هل من الذوق مقاطعة حديث الآخرين أثناء كلامهم فقط لإثبات الذات؟ فإذا هل من الذوق مقاطعة حديث الآخرين لإثبات الذات أعزائي؟ الجائزة فاوتشر مقدم من سحر الأظافر، خدمة الأظافر المنزلية الفاخرة بقيمة 500 درهم للفاوتشر الواحد، و3 فائزين مثل ما عودناكم. الأرقام تبين حاليا بعد على الشاشة أعزائي للتواصل معنا، إن كان لي تدردشون معنا على موضوع الذوق أو حبيت الوردة. هاي إهداء أعزائي مني لكم، هاي الوردة بمناسبة هاي حلقة أو موضوع حلقة هذا اليوم. فإذا يمكنكم التواصل معنا أعزائي بالاتصال عبر الأرقام المبينة على الشاشة أو بالرسائل النصية القصيرة. جاوبون على السؤال: هل يعتبر ذوقا مقاطعة حديث الآخرين فقط لإثبات الذات، نعم أم لا؟ وبعد لي دردشون ونتكلم عن الذوق. أمسي على الجميع، سحر الأظافر اللوجو مالهم ورقمهم مبين على الشاشة حبايبي للتواصل معاهم. خدمة الأظافر المنزلية الفاخرة، أحب أتشكرهم. الذوق هو قمة الأخلاق، وهو عطرها ونفحاتها، تتجلى في تعاملات البشر وأحاديثهم التي تنطوي على أجمل المشاعر وأنبل العواطف. الذوق هو حاسة معنوية تدل على الاعتدال في المزاج وكمال العقل وبعد في النظر ونباهة في النفس، شعور اجتماعي محبب يدعو صاحبه لمراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم وأحوالهم مما يقربه لنفوسهم ويكسبه تقديرهم. جميل أن يكون الإنسان راقي وذو رقي، يكون راقي وذو ذوق رفيع بتعامله مع الآخرين، طبعا بأي شيء، بكلمة، بموقف، أي حركة ممكن يسويها، بابتسامة، كل شيء يبتدي أعزائي حبايبي بابتسامة. فجميل أن يكون الإنسان ذو ذوق رفيع، فهو دائما يترك بصمة جميلة وذكرى أجمل لدى الآخرين. الذوق مثل ما قلنا هو فعلا قمة في الأخلاق. من منا لا يعجب بالشخصية الراقية؟ من منا لا يحب ويفضل التعامل مع الشخصية ذات الرقي والذوق في التعامل مع الآخرين؟ إذا غضبت حلمت، وإذا سمعت أصغت، وإذا تحدثت صدقت. وكما تعلمون أن الأخلاق صفة مكتسبة وليست فطرية، يعني في أمل في أصحاب اللي أو الأشخاص اللي عندهم
الذوق يعني مو بوايد انهم يشتغلون على اعمارهم عشان يعلون روح ورقي الذات والذوق. غشمشم، كنت مسافر، ابى اقرا مسج غشمشم. كنت مسافر رديت بسرعه وكل شوق لكم حواس. لك وحشه والله غشمشم. الحلقه الماضيه ما كنت متواصل معانا، وامس بعد ما كنت متواصل في برنامج حواس والناس، كنت متابعه، فالحمد لله على السلامه غشمشم. فاذا غشمشم، هل يعتبر من الذوق مقاطعه حديث الاخرين فقط لاثبات الذات؟ نعم ام لا؟ طبعا حبايبي لا ننسى مراعاتنا لبعض أهم المظاهر للذوق العام. مثلا الاستئذان. إذا كنت في موقف وتحتاج أنك تطلع من القعدة أو من مكان معين، الاستئذان يعبر عن الشخصية اللي يكون عندها تكون عندها روح الذوق أو متذوقة في التعامل. المصافحة، والمصافحة مو بأي مصافحة ومو بأي سلام، يعني المصافحة اللي تكون الكف بالكف، ما تكون بس في بعض الناس يسلمون بطريقة يعني أنامل بس شيء إن أصابع على أصابع. هاي مش من الذوق على فكرة. من الذوق إن تكون المصافحة يدا بيد، يعني الكف يكون مع الكف بطريقة قوية، فهذا يدل على الترحيب والاشتياق للطرف الآخر وهو ذوق. إفشاء السلام أعزائي. إذا دخلنا إلى مكان نفشي السلام أو نلقي التحية على الموجودين جميعا ولا نخص أحد عن أحد. حتى الأماكن الفارغة عندما ندخل نقول السلام عليكم بشكل عام. خفض الصوت في الكلام جدا مهم. من الذوق ان نحن يكون ما يكون عندنا علو في الصوت عندما نتحدث الى الاخرين، حتى ولو كان في مثلا اختلاف في الآراء أو اختلاف وجهات النظر. علو الصوت ليس بحل. طلاقة الوجه والابتسام، فهما فعلا علامتان للذوق الرفيع عند مقابلة الآخرين في طبعا في حياتنا اليومية. عدم الإمعان بالنظر في الناس لما يسببه من إزعاج عند كثير منهم. فعلا في ناس يعني سبحان الله تحصلها يوم تشوف مثلا شيء جميل أو شيء حتى مش جميل، يعني شيء تفتح عيونها وتم تطالع بطريقة تزعج الطرف الآخر. يعني لو كانت النظرة إيجابية أو سلبية بس ما فيها ذوق. يعني إذا حد جميل ويطلعوه بهالطريقة أن يعني عيونهم عليه فبيتضايق. إذا حد مثلا عندها علة معينة أو مثلا إعاقة معينة وتحصل الناس يطلعوه بعد بطريقة كأنه إنسان غير، بعد يضايق الآخرين. فالإمعان بالنظر على الآخرين بطريقة يعني مبالغ فيها ليس بذوق. المحافظة على النظافة العامة في الملبس والمسكن والأماكن العامة يعتبر ذوق. فحتى للطبيعة وحياتنا طبعا الطبيعية لها حق ونصيب إن نحن نتذوقها بجمالها ونظافتها، عسب شي نحن لازم نحافظ عليها. التذوق حبايبي له بعدان. تذوق حسي بحاسة اللسان، والتذوق المعنوي بالعين والأذن. التذوق المعنوي بنتكلم عن الحسي اللي هو بحاسة اللسان، اللي هو تذوق للطعام والشراب وما تشتهيه النفس، أكيد بنتكلم عنه، بس بتكلم أول شيء عن تذوق المعنوي بالعين والأذن. يؤدي التفاعل أو تفاعل النفس بشكل عافي مؤثر مع كل مكونات الكون من حولك، فيظهر هذا التذوق في إنتاجك وفي أسلوبك وفي حياتك. اسمعوا هاي الجملة فعلا مهمة وجديرة بالذكر. المشكلة أنه مثلما أن حاسة التذوق باللسان قد يشعر بها الإنسان عندما يأخذ مخدر أو إبرة مخدر في الفم عند طبيب الأسنان، ففعلا نحن نفقد الإحساس بالطعام وحتى نفقد الإحساس بهاي المنطقة كلها، فيفقد القدرة على تذوقه الطعام ومعرفته. كذلك التذوق المعنوي للجمال،
يتعطل عند الإنسان عندما يضيع منه هذا الخلق المهم في حياته اللي هو التذوق، فلا يستطيع رؤية الجمال فضلا عن تذوقه. بنروح نسمع أغنية في منتهى الرقة ومنتهى الذوق، إهداء مني لكم حبايبي ونرجع لكم. في منتهى الذوق حبيبتي، في كل حاجة عجيبة. إذا حكت تعرف تخليني أبوك، وإذا بغت تجيب راسي تجيبه. في منتهى الرقة في منتهى الذوق حبيبتي، في كل حاجة عجيبة. إذا حكت تعرف تخليني أبوك، وإذا بغت تجيب راسي تجيبها. حطتني على الراس من فوق، ما حد نسرني كثر كل بطيبه. حتى وجنبي تحسسني بشوق، وشلون لا من شفتها بعد غيبه. من جيت حطتني على الراس من فوق، ما حد نسرني كثر كل بطيبه. حتى وجنبي تحسسني بشوق، وشلون لا من شفتها بعد غيبة. في منتهى الرقة في منتهى الذوق حبيبتي، في كل حاجة عجيبة. إذا حكت تعرف تخليني أروح، إذا بغت تجيب راسي تجيبها. حسنها حسن منطوق، متواضعة كلها ألف هيبة. مخلوق لكن غير عن كل مخلوق، مصيبة يا حلوة من مصيبة. واللي مزود حسنها حسن منطوق، متواضعة كلها ألف هيبة. مخلوق لكن غير عن كل مخلوق، مصيبة يا حلوة مصيبة. في منتهى الرقة في منتهى الذوق حبيبتي، في كل حاجة عجيبة. إذا حكت تعرف تخليني أروح، إذا بغت تجيب راسي تجيبها.
مساء الذوق والرقي عليكم مرة أخرى أعزائي. عدنا لكم عقب هذا الفاصل الغنائي أمسي على مشاكس. أنا أعرف الجواب بس ما بقول ليش العناد يا مشاكس. فتنة عيوني مساك الله بالخير. ذوق فيصل الحربي أنت كل الذوق. مرحبا يا ذوق. مسي على الجميع لأن فعلا مشاهدي حواس كلهم ذوق. و لأول مرة أحب أني أوجه تحية وأتشكر طاقم عمل حواس دكتور أسامة مصطفى والمخرج عادل ياس والمصورين محمد وكريم وسفيان وخالد والجميع، لأني فعلا أعزهم واحترمهم وهم مثال للذوق. عفوا مشاكس، ليش ما تبى تفوز بالفاوتشر؟ الهاشمية مساك الله بالخير. السحاري الجواب كل شكرا السحاري. فإذا هل يعتبر أو هل مقاطعة حديث الآخرين فقط لإثبات النفس يعتبر ذوق؟ نعم أم لا؟ الجائزة فاوتشر مقدم من سحر الأظافر، خدمة الأظافر المنزلية الفاخرة بقيمة 500 درهم للفاوتشر الواحد. يجون عندكم وين ما تبون في أي وقت وخدماتهم فعلا تستاهل. مجالات الذوق حبايبي، جمال النفس كيف تنقيتها من كل الأخلاق المعيبة والمزعجة، جمال الجسم بالمحافظة على نظافته وعلى رشاقته وعلى ما خلقه الله عليه، جمال اللباس أعزائي وهو المظهر الذي يسعد ناظريه، فهذا بعد ذوق. فالإنسان اللي يعرف أو اللي يهتم بجماله الخارجي دوم يقولون مذوق أو يعرف يلبس. جمال المحيط كما تكلمنا والمحافظة على المحيط والمكان اللي نحن نعيش فيه لكي نستمتع فيه أو به. التذوق طبعا أعزائي هي كلمة صادرة من الذوق، والتذوق حتى مثل ما قلنا في اختيار الملابس، الألوان، لا تتجاوز مثلا الألوان في اللبس لا تتجاوز ال3 ألوان، لأن عقب يعني إذا تجاوزت 3 ألوان بيكون مزعج حتى للنظر للرائي، إن وايد ألوان، إن الشكل الخارجي مزعج وهذا يخربط عملية الذوق. حتى تكلمنا عن أن نحن نختلف في تذوقنا للطعام والشراب، فلو تشابهت الأذواق لبارت السلع هاي في كل شيء. إذا إذا شخص مثلا أعجب به الجميع فمن سيعجب بالآخرين، والعكس إذا مادة معينة إن كانت خدمة أو منتج أعجب بها الجميع فمن سيشتري المواد الأخرى. إذا حد مثلا أو الكل فضل مشروب معين فمن سيشتري المشاريب الأخرى؟ ستبور السلع في الأسواق، فلذا تتنوع الأذواق والتذوق بين الناس والأشخاص من مكان لآخر. حتى لو تلاحظون أعزائي التذوق للطعام مثلا يختلف باختلاف القارات أو الموقع الجغرافي. مثلا معروف مثلا عن ماليزيا أنهم يحبون سويت أند ساور، اللي هو الأكل يكون فيه السكريات أو الطعم المذاق الحلو لكي يحسنوا تذوقه، باختلاف القارات والتضاريس والبيئة فيختلف حتى تذوق الناس للأشياء وللطعام. مثلا في المغرب العربي يحبون السبايسي الحار اللي يكون يضيفون النكهات الحارة للمأكولات بشكل عام فهم يستلذون بها. مثلا في بلاد الهند مثلا يحبون التوابل، إضافة التوابل الكثيرة إلى الطعام حتى يتذوقوه ويستمتعون به. تذوق الطعام أعزائي يعني نحن للأسف بصفة عامة معروف إنه بس ناكل، أو الأغلبية بس ياكلون يعني بس عشان يشبعون. لا، تذوق الطعام مفيد، غير إنه متعة فهو اكتشف الخبراء وأخصائيين في هذا المجال أنه هو يساعد على إنقاص الوزن. أظهرت دراسة حديثة أن تذوق الطعام يساعد على إنقاص الوزن، ويلعب التذوق دورا أساسيا في تنظيم الحالة الفسيولوجية لشهية الإنسان عن طريق إرسال إشارات للجسم بالشبع. وأوضحت الباحثة نفسها أن الإحساس بالتذوق في الأكل
يجعل الشخص يشعر بالشبع السريع والاكتفاء بكمية أقل من المأكولات. فحتى أماكن التذوق أعزائي في اللسان في منطقة مثلا الملوحة، للحار، للحلاوة، فتختلف حتى مناطق التذوق في اللسان. فحاولوا تستمتعوا بعملية الأكل، كلوا ما تشتهي أنفسكم بتذوقوها، حبوها، استمتعوا بالأكل، امضغوه جيدا، مو بس نبلع، نمضغها جيدا، لأن فعلا هالشيء حتى يريح النفسية، لأنك أنت قاعد تاكل شيء قاعد تستطعم فيه. فجميل أن نحن نستشعر ونستطعم ما نحب وليس فقط نبلع. كن صاحب ذوق رفيع حتى تكون إنسان راقي. بوجه تحية لأصحاب الذوق الرفيع والراقيين. معانا مشاكس، شو قال مشاكس كنترول؟ السندريلا مساك الله بالخير. نجلاء قطر السندريلا نفسها مساك الله بألف خير. غشمشم مرحبا. طبعا كل متواصلين معانا عبر الرسائل النصية القصيرة والاتصالات طبعا. فإذا أعزائي أذكر بسؤال الحلقة لهذا اليوم: هل مقاطعة حديث الآخرين يعتبر ذوقا، نعم أم لا؟ أنا جاوبت صح بس شكلي غير عن الموضوع ولا مش مهتم. صالوي لا أوكي، جزاك الله بالخير. ولكل طبعا متواصلين وحبايب ومشاهدين حواس. كيف نكون أصحاب ذوق رفيع وأناس راقيين؟ أولا علينا أن نرتقي بمشاعرنا أعزائي. تعلم كيف تكون راقي بالمشاعر، قلها بصدق وفي الوقت المناسب، والأهم أن تكون للشخص المناسب. اختر له كلمات تعبر عن صدق مشاعرك وإحساسك وسيصل له ما تريد. لا تنسى أن تشكر من قدم لك خدمة، ولا تنسى أن تقدر شخص كان له فضلا عليك. لا تنسى أن تشكر بطريقة رائعة تجعله يشعر بسعادة كبيرة حتى وإن كانت كلماتك بسيطة. اجعل لسانك أنظف من كلمات السب والشتم والطعن التي أصبحت شائعة بين كثير من الناس. حتى في بعض الناس يستخدمون هذه المفردات للأسف، مثلا هم يقولون نكتة، فيتحرون أنهم هم ليسوا بذوقين للكلام وللمفردات. لا تتردد واعتذر لمن أسأت إليه. فمبادرة جميلة وتكون صاحب نفس راقية وذوق رفيع إذا اعتذرت لمن أخطأت معه عفوا. احترم خصوصيات الآخرين ولا تتطفل فيما لا يعنيك، وتسأل شخص عن مواضيع خاصة بصفتك شخص مقرب وفي الواقع أنت لست كذلك. ثانياً، عقب ما نرتقي بمشاعرنا علينا أن نرتقي بالروح. كيف نرتقي بالروح؟ وكيف يكون الإنسان متذوق للحرف، للجمال، لديه حس عالي من الالتزام والانضباط، يسمو بنفسه عن كل ما يخدش شفافية روحه واحترامه لذاته. إنسان عميق، عندما تتحدث معه تشعر بعمق ذاته وسمو أفكاره. لا تهمه التفاهات والقيل والقال، راقي بمشاعره، يعرف متى يقول الكلام الجميل في وقته بالمختصر المفيد. إنسان راقي. بس بسرعة بذكر بس مفهوم التذوق الموسيقي. حتى الموسيقى لها تذوق شائع، ومو أي حد يعرف يسمع، ومو أي حد يعرف يلحن ويعرف يكتب ويعرف يوزع. اعتبر أفلاطون الفن الموسيقي أحد المحركات الرئيسية السامية للبشر، وقد خدمت الموسيقى البشرية في تحقيق التوحيد بين أحاسيس الناس في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة، كما كان لها دورا كبيرا في انسجام الأفراد ووحدتهم وانسجامهم في ظل الموسيقى. جاء معتمدا على خبرة الأفراد الحياتية وسماعهم للموسيقى. فكذلك الموسيقى لها تذوق
خاص للاستماع إليها. قبل ما ننتقل لفقرتنا القادمة وقبل لا أكمل اللي أبغى أقوله، خلوني أمسي على المتواصلين معنا. نجلاء قطر بالسندريلا، مساك الله بألف خير. فتنة عيوني، مساك الله بألف خير. سؤال الحلقة أعزائي: هل يعتبر من الذوق مقاطعة حديث الآخرين فقط لإثبات الذات أو الرأي؟ نعم أم لا؟ الجائزة فاوتشر مقدم من سحر الأظافر. قيمة الأظافر خدمة الأظافر قاعدة أقرأ لأني مسج راشد أقول ما اتصل اليوم. خدمة الأظافر المنزلية الفاخرة بقيمة 500 درهم، ورقمهم واللوجو مالهم الحين مبين على الشاشة. يا غالية لو كان للذوق أميرة فأنت بدون منازع أميرة الذوق. من حقك ولاهي بحقك كثيرة، وأنا عليك يحدني حادي الشوق. متى يجي للعشق قصة وسيرة ما بيننا ونصير عاشق ومعشوق. ومتى راح الشوق يطفي سعيرة برشفة من ريقك العذب وتوق. وحط لك في واحة القلب ديرة ماني عليها يا هو الروح مسبوق. وانتي وقلبي والمشاعر عشيرة، وضلوعي الضلعان وعروقي النوق. تنزل وترحل الهقاوي كبيرة مرباحة يم المعاليق مسيوق. أميرها قلبي وقلبي مسيرة، من دونها يثبت ولا يقبل الفوق. على معاديها يجر الجريرة وجريرته ما هي مشاريه وحقوق. وانتي بدون أدنى شك الوزيرة، لك منزلة عليا ولك شأن مرموق. يا أعذب عذابات السنين الأخيرة يلي عليك مالي أسوقها أسوق. يا سيدة الحلوات شبه الجزيرة، يا الدر يا بلور يا ذوق يا شوق. يا فاتنة يا مغرية يا مثيرة، يلي جمالك غير وفروقك فروق. عينك تحاوفها السيوف الشطيرة، نعاسها خلى تناهيدي تفوق. من وسعها ضاقت بالمستديرة، ومن زينها ماكل مطرود ملحوق. وليش أطولها وهي قصيرة؟ عينك حلاها تطرح الطير من فوق. وخدك وزير البدر مدري سفيرة، له من ورا جلبابك آفاق وبروق. والخاف يعظم جعل في الأمر خيرة، أخاف أعد واكسب ذنوب المخلوق. أبكتفي وأقول جملة صغيرة يمكن بعد ما أقولها قلبي يروق. متى يجي للعشق قصة وسيرة ما بيننا ونصير عاشق ومعشوق. في وقتها لو كان للشوق أميرة فأنت بدون مبالغة أميرة الذوق. هاي إهداء مني لكم يا ذوق أنتو يا مشاهدي حواس. فاصل ونعود مع ضيف حلقة هذا اليوم والذوق.